السلام عليكم. إن شاء الله في الفيديو ده هنتعلم طريقة زراعة بذور الجوافة بطريقة سهلة وبسيطة جدا. مواعيد زراعتها في أي وقت، أهم حاجة نوفر لها الجو المناسب، طبعا نبعد عن فصول الشتاء أو البرد الشديد. ده جوافاية جبتها لكم برضو جوافة مش شكلها مش لطيف، عشان برضو أثبت لكم إن زراعة البذور سهلة جدا، مش شرط تكون ثمرة كويسة أو ثمرة اي كلام، مفيش فرق. اهم حاجة البذرة اللي جواها. ده ثمرة دي ثمرة الجوافة اهيت، جبتها لكم واستخرجنا منها البذور بالشكل ده. اي كمية بذور ممكن نغسلها وممكن نحطها بالطريقة زي ما انتم شايفين، مش هتفرق كتير. اهم حاجة نحطها بالطريقة السليمة. بنغرس حوالي نص عقلة صابع زي ما انتم شايفين كده، ما نبعدش برضو. ما ننزلهاش تحت جامد. طبعا التربة لازم تربة تكون خصبة، تربة تكون خفيفة خالية من أي بكتيريا وفطريات. يفضل زراعتها في تربة كومبوست أو بيتموس. ده يعتبر من أفضل أنواع التربة. ممكن نستخدم التربة الطين عادي، بس نخلطه بشوية رمل عشان تبقى خفيفة معانا. جبنا البذور اهوت وزرعناها. حد هيقول لي ينفع الثمرة الشجرة بعد كده هتثمر بالطريقة دي؟ أيوة هتثمر، بس هتتأخر. ممكن نعمل لها عملية تطعيم بطريقتها سهلة جدا. لو ما بنعرفش ممكن نشوف واحد يعملها لنا يكون فاهم في الموضوع ده كويس. طريقة عشان تثمر معانا بعد موسمين إنتاج. زراعتها سهلة جدا والتطعيم أسهل. بعد بعد ما جهزنا اهوت بيتم الري، وضع المية. ما تكونش بكميات كبيرة. أهم حاجة نبلل التربة، تكون تربة رطبة باستمرار، وخصوصا في أول أسبوع. بعد كده بنغطيها بكيس بلاستيك أو أي شيء يكون طبعا شفاف عشان يوفر لها الرطوبة المناسبة. الرطوبة المناسبة لنمو البذور. أي بذور أو معظم البذور في البداية بتحتاج لدرجة حرارة كويسة. درجة حرارة مرتفعة طبعا، بس مش مرتفعة، حوالي 30 درجة. عشان كده بيتم زراعتها في الصوب بعد أسبوع. بنشوف معانا البذور اهيت ما شاء الله عملت ازاي واشتغلت. الله أكبر، يعني طريقة نموها سريعة جدا. اللهم بارك. لو محتاجين أي معلومة أو أي استفسار بخصوص زراعة الجوافة سيبولنا كومنت، وإن شاء الله هنفيدكم. لو تلاحظوا الأبيض اللي على اللي فوق على الورق ده، هو ده البذور في بداية نموها. طبعا البذور بتفرغ وتطلع لفوق، القشرة الخارجية بتطلع مع الأوراق فوق. وده كان شكلها بعد أسبوعين أهو بدأت تشتغل. في الوقت ده ممكن نخفها. لو القصيص صغير بيتم خف الشتلات دي، ممكن نزرعها في قصيص تاني، مفيش مشكلة، مش هيضر كتير. زي ما انتم شايفين الجذور بتاعتها يعتبر جذور وتدية طويلة. هنشيل برضو معاكم الكمية اهو. ممكن نزرعها بالشكل ده في قصيص أكبر أو في أكياس تشتيل أكبر. وده الجذور بتاعتها وده شكلها ما شاء الله، يعني اللهم بارك. طريقة زراعة بذور الجوافة من أسهل طرق الزراعة. في النهاية نتمنى من حضراتكم تدعمونا بلايك واشتراك للقناة، تفعيل زر الجرس دعما لنا وعشان يوصلكوا كل جديد. وطبعا ما تنسوش تعملوا لنا شير للفيديو عشان يوصل للكل. شكرا والسلام عليكم.